السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وإن شاء الله طيبين. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. يا جماعة معلش اليوم صراحة أي دولة أو أي شعب أو أي ناس بيكرهوا المغرب صراحة الفيديو ده حيزيد يضغطكم وحيعمل لكم سقطة قلبية رسمية. يا جماعة ألف 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 مبروك مرة تانية زي ما قلنا. ألف مبروك للشعب المغربي بفوز المنتخب المغربي. نقول الآن ألف ألف مليون تريليون مليون ونص تريليون ملايين مليارات مبروك للملاكمة المغربية خديجة المرضي. الآن تحصلت على ذهبية، على ذهبية بالهند واللي هي بطولة العالم. وبكده حتكون طبعا أول مغربية وأفريقية وعربية أنه تتحصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للملاكمة. فألف ألف ألف مبروك. ندي بعض المعلومات خفيفة على خديجة المرضي، لأنه طبعا يا جماعة قبل ما أديكم بعض المعلومات خفيفة عليها لازم نعرف على انه امبارح كانت تكلمنا على انه الملاكمه الجزائريه طبعا تم اقصائها قبل ما تصل للمباراه النهائيه. وطبعا بسبب ارتفاع هرمون الذكوره عندها، فعشان كده تم اقصائها من النهائي. واليوم خديجه المرضي المغربيه الاصل اليوم تفوز بطله للعالم ذهبيه. يا جماعه في نفس الوقت الناس اللي لسه مرتاحوا، الناس اللي لسه كانوا بيتكلموا على مباراه البرازيل والمغرب، كانوا بيقولوا طبعا على انه الحكم مرتشي، الحكم التونسي للاسف، والحكم التونسي غلطان، وانه ما حكم كويس، وانه كان مع المغرب، وانه كان ضد البرازيل، فاسجل الخبر ده فممكن يزيد يزعلهم اكثر واكثر. طيب يا جماعه، الملاكمة المغربية اللي فازت ببطولة العالم بالهند ذهبية. طبعا نديك بعض التفاصيل عنها. أول حاجة ذهبية 2023 بالهند اللي هي حاليا، وفضية كانت أيضا في بطولة العالم بتركيا سنة 2022 كان أخذت الفضية. وفي سنة 2019 في روسيا أخذت البرونزية. يعني لو لاحظتوا 2019 برونزية، 2022 الفضية بتركيا، 2023 الذهبية، بتحس أنه في ارتقاء وأنه في تقدم شوية شوية. فألف ألف مبروك لخديجة المرضي. وأيضا بخصوص البطولة الأفريقية كانت تحصلت في سنة 2022، تحصلت أيضا على الذهبية. والكلام ده كله يا جماعة في الوزن الثقيل. والناس اللي بتتساءل بتقول هل نفس البطولة اللي كان فيها الجزائرية اللي تم إقصائها بسبب ارتفاع هرمون الذكورة؟ أيوة نعم، اللي هي كانت في الهند. وطبعا اليوم كان المباراة النهائية واللي هي فازت فيها خديجة المرضي. وأيضا بخصوص خديجة المرضي أيضا في الألعاب الأفريقية اللي كانت بالرباط سنة 2019 أيضا تحصلت على الذهبية خديجة المرضي وفازت. فيعني يا جماعة باختصار نقول ألف 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 مبروك، أو نقول ألف مليون ونص تريليون مبروك لكل المغاربة والشعب المغربي. صراحة انتم في هذا الاسبوع حتعيشوا يعني الناس كلهم حيباركوا لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الفرحة. يعني هذا الأسبوع حيكون أكثر أسبوع الناس يباركوا فيه للمغاربة، يباركوا فيه للمنتخب المغربي على البرازيل، وإن شاء الله حيفوز المنتخب المغربي على منتخب البيرو، وايضا هذه الملاكمه، وان شاء الله اخبار سعيده تجيكم باذن الله سبحانه وتعالى في هذا الاسبوع. فيعني صراحه الناس اللي للاسف بيشتموا في المغاربه ويسبوا في المغاربه ويتمنوا الخير للناس اللي ضد المغرب على المغرب ويتمنوا الشر للمغرب، فيعني صراحة حتسبب لكم عقدة بخصوص هذا الأسبوع. ويعني ما حتتحملوا أكثر من كده، ما أعتقد أن تتحملوا أكثر من كده. بس نقول أخيرا ألف مبروك لخديجة المرضي. نتمنى إن شاء الله لها التوفيق إن شاء الله في المسابقات القادمة. وهذا فخر لنا، يعني فخر لكل الدول العربية، لكل الدول الأفريقية، لكل الأمازيغ، لكل عالمنا العربي. فألف ألف ألف مبروك. وإلى هنا انتهت حلقة اليوم. كان معكم محمد حسونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.